ما كفاناش براهيم دياز، زيدونا وليد الركراكي، كان حابين ننساوكم شويه. شدوش غادي تلقى ركراكي في مرتوى في البنك، بونو تيتيلير نصيباري ناصيري حمد الله غادي يخلطها. قال لك زعما دخلت في الحسابات، دخلتها في الحسابات تاع المدرب. الهضره تلفت لي انا دوك انا كيشوف. إذا السلام عليكم الأخوان، كنتمنى تكون في أحسن الأحوال. كما كنت في هذا الفيديو هذا تقارير إسبانية ركراكية يحظى بتقدير كبير داخل ريال مدريد. كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن إعجاب المتزايد داخل أروقة ريال مدريد بالمدرب المغربي وليد الركراكي، المدرب السابق للمنتخب الوطني، وذلك بالنظر إلى العمل الكبير الذي بصم عليه خلال قيادته أسود الأطلس في السنوات الأخيرة، وفقا لما تداولته منصات إعلامية رياضية ناقلة عن صحيفة الآس الإسبانية. فإن مسؤولي النادي الملكي ينظرون بإيجابية على شخصية الركراكي ويقدرون أسلوبه القيادي وقدرته على تحفيز اللاعبين وخلق روح جماعية قوية داخل المجموعة. وأضافت المصادر ذاتها إن العمل الذي قام به الركراكي مع المنتخب المغربي خاصة في اللحظات الكبرى جعل اسمه يحظى باحترام داخل مدريد، بالنظر إلى نجاحه في بناء منتخب تنافسي وفرض عقلية الانتصار والانضباط. كما أشارت بعض التقارير إلى أن اسم المدرب المغربي بات مطروح في نقاشات داخلية بالنادي وسط إشادة واضحة بقدرته التدريبية وكاريزمته في تدبير المجموعة، وهي المعايير التي تحظى بأهمية خاصة داخل النادي بحجم ريال مدريد. هذا الأمر ما أدى إلى سؤال الإعلام الجزائري والجزائريين بأنفسهم. صدق قالب انا باش نحبس ريال مدريد، هذا قالب باش نحبس ريال مدريد. شفت كي تكون شاد وحده وتحوس لها غير على قالب زعما على جال العشره اللي عشرتوها كيف تحوس لها غير على قالب باش ترمي لها الماء، هذا هو القالب. وليد الركراكي في اسمه مرتبط بريال مدريد. لا ما تخلعش وهو والله لا هو، والله لا هو. وهذا هو اللي قال لك بيدي كوب دافريك، وهذا هو اللي لعب كوب ديما وصل دومي فينال، هذا هو. وهذه هي ثاني والله لا هذه هي. المهم قال لك اداره ريال مدريد تكن تقديرا واحتراما للمدرب المغربي وليد الركراكي. قال لهم باللي زعما يعرف يهدر ويعرف يكوتشي ويعرف يدير بزاف صوالح. قال لك زعما دخلت في الحسابات، دخلتها في الحسابات تاع المدرب. الهضره تلفت لي انا دوك انا كي شفت كيما كان انا دوك راني غايب، بس يعني عشان نهضر معاكم لكم شي حاجه اخرى، انا راني نقول لكم حاجه اخرى. المهم قال لك هذا سيدخل في حسابات المدربين. شوالا ابن عمي على خبر خوتي وليد الركراكي بلحمه وشحمه ودمه. عندكم ما تقولوش زين الدين زيدان يشبه له، هذا زين الدين زيدان مغربي وعندنا زين الدين زيدان جزائري. خوتي وليد الركراكي اللي راح لا فينال، هو والله لا هو اللي راح لا فينال كوب دافريك وراح الدومي فينال لا كوب جيمون، ربح اسبانيا والبرتغال، ها هو والله لا هو خوتي. كيفاه وليد الركراكي اسمه مرتبط باداره ريال مدريد؟ دوك غدوه كيسقسوني يقولوا لي انت باش كنت سيبورتي ريال مدريد، نقول لهم كنت نسيبورتي ريال مدريد كي كان فيها تشابي الونزو، اربيلوا، معليش، كارلو انشيلوتي، زين الدين زيدان، ماشي وليد الركراكي. يبخصوا فيه في الندوه الصحفيه يقول له وين تحط لا ديميسيون تاعك اليوم ولا غدوه، خاسر فينال تاع شامبيون تاع كوب دافريك، بينالتي في الدقيقه التاليه، الجوار تاعو رماها بانينكا، خسروا الدوله معاه، الكاف معاه، الدراهم معاه، ليستاد معاه، الفيفا معاه وما داهاش. حاب يدي به شامبيونز ليغ، هذا حاب تدي به الليغا معاه نزف ليك بالقرعه تاعو هذيك. اقرا لي شنو قال لك بدعم من كيليان مبابي وليد الركراكي يدخل حسابات ريال مدريد. وليد الركراكي مدرب لريال مدريد، صدق ولا لا تصدق. انا من الاول ماشي في بالي اشاعات كيفك، ودخلت نشوف في الموضوع، ومن بعد من مصادري الخاصه ومن الصحفيين اللي نتبع فيهم والصحف العالميه الرياضيه اللي نتبع فيها، اغلب الصحف والصحفيين اكدوا انه اسم وليد الركراكي مطروح في ريال مدريد اكثر من مورينيو، واغلب الناس في الاداره طرحين اسم وليد الركراكي اكثر من مورينيو، وهو الاقرب الان للاداره. يعني شافوا مورينيو، شافوا قالوا ممكن نجيبوا يورجن كلوب، لكن كلوب قال لهم لا، مانيش باش نسيب هذا الشيء اللي يعمل فيه مع ريد بول. تو عندهم وليد الركراكي اقرب من مورينيو، لانه مورينيو ما همش قابلينه العديد من الناس عندهم، فقال لك وليد الركراكي. صدق ولا لا تصدق؟ المهم انا في باذن الله كون ما نلقاش هذا جاي لهنا وجايبه هذا،
موسم في الصفري عام الجاي وموسم بلون وما نهضرش عليكم كاع العام الجاي. نقطه الى السطر. ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بارطاجي صاحبك يجي يعرف باللي وليد الركراكي راه في حسابات عليهم. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق أو لا تصدق، صحفي إسباني مقرب من ريال مدريد اسمه خواكين ماروتو. هذا الصحفي يتحدث عن أن داخل أروقة ريال مدريد هناك إعجاب كبير بالمدرب السابق لمنتخب المغرب وليد الركراكي. واللافت أن الصحفي يقول أن الحديث عن الركراكي أكثر من مورينيو في أروقة فريق الملكي. برأيكم هل هذا مؤشر أن الركراكي يمكن أو هناك إمكانية أن يدرب ريال مدريد؟ ستكون قنبلة الموسم بكل ما للكلمة من معنى. هذه الاخرانيه كامل على حصري. قال لك في البيرو تاع فلورنتينو بيريز السيد جورناليست معروف في اسبان، قال لك اسم الركراكي مع البروبوزيسيون باش يدربوا ريال مدريد. امن لك اللي حوايجك الركراكي راهو في سي في مع البروبوزيسيون باش يحكموا مدريد العام الجاي. وقال لك راهو اسموه ويهضروه بزاف اكثر من جوزي مورينيو. نعم يا سيدي، نعم يا سيدي. على بالي باللي دوك يبداو يضحكوا ويبداو يعرقوا. وي والله العظيم بالمصدر اسم والد الركراكي مع لي بروبوزيسيون باش يدربوا ريال مدريد. تاع بصح اذا كان خبر صحيح والد الركراكي على راس ريال مدريد امن عنه. مادام البيرو كي تشوف ما يديرها بيريز. البيرو على السؤال ماشي كاع جوا ركب ريال مدريد. وليد الركراكي خرب البيرو كي تجي تشوف ان شاء الله تكتب له ناري وتوقع هذه القضيه هذه. عرفتي داك الناس اللي كانوا كيكرهوا وليد الركراكي شدوا مسكرات في المعده، والله تيشدوا مسكرات في المعده. اي موتوا بالفقصه. صدق او لا تصدق، تخيل معايا. وهذا الشيء هذا من صحفي موثوق كيقول بان في اسوار ريال مدريد الداخل الوحيد اللي كيتجبد اكثر من جوزي مورينيو. عرفتوا شكون هو؟ وليد الركراكي. هادشي علاش اداره ريال مدريد عجبها الاداء والشخصيه ديال وليد الركراكي. دابا تخيل معايا هذا البلان هذا يطرا. تخيل معايا وليد الركراكي تشوفو مدرب ديال فريق ريال مدريد. انت العالميه يا جدك، العالميه يا جدك غتكون سابقه بالاوان ديالها. عرفتي باش اطار وطني يشد هذا الفريق هذا ترى شوف يسد لكم البطونه يطفيهم هذيك، خصوصا داك الناس اللي كانوا كيكرهوه. البطونه يشدها لكم ونتمناو الخير ان شاء الله. وعلاش لا، انا بعدا والله تنكون فرحان له، بالله نكون فرحان له نشوف اطار وطني وليد الركراكي شد الفريق هذا. اللهم بارك، الله يكمل عليه بالخير. دابا شحال من واحد غتفاجئوا هاد الصوره غيجيب له ربي بحال انا كنهضر. ثقوا بيا، راه الصحافه راه تيتكلموا مره تيقول لك يلوحوا هاد النويط يقدر يكون يقدر ما يكونش. واخا السميه اللي كاينه بزاف هي مورينيو، السميه اللي كاينه بزاف هي مورينيو. حنا مورينيو كنعرفوا راه عنده فرقه، ولكن مورينيو غيمشي للمنتخب. وتا البلا اللي كيبان ليا فيه غادي السيستم غادي فيه المنتخب الوطني المغربي، حنا غاديين باش نوليو عندنا مدرب اجنبي. ثقوا بيا، مادام كتشوف التجربات اللي بداو يديروا دابا، عندنا الكره البرتغاليه في الدراري الصغار والكره الاسبانيه وكذا، كيبان لي هذا تمهيد للمنتخب الوطني باش يجيبوا شي منتخب اجنبي في الكبار المونديال 2030. كنهضر على مونديال 2030. وفكروا بدماغكم، ما تمشوش بالعاطفه. هاد السيد هذا الاخوان راه ديما كان كيقول لك الحلم ديالي نلعب انا في الدوري ديال الشامبيونز ليغ ونكون انا مدرب ديال الانديه الكبار، بارسا ريال كذا وداك الشيء. انا ما نستبعدوش، والله ما نستبعدوش. شوف هذا علاش ما يدربش، هذا ما يدرب حتى هو، خليه يحمق ليا عباد الله. حنا اللي دايره مزيان، حنا اي واحد يزدرابو مزيان. فهادشي كان الاخوان، دمتم في رعايه الله.